يعني انت عندك محمد هاني وعمر كمال عبد الواحد صممت انه يقعد ما يمشيش، وكريم فؤاد راجع بالسلامه وبيجيد الباك اليمين، بيجيد الباك الشمال وبيجيد الجناح، ولكن افضل حاجه بشوف فيها كريم فؤاد هي الباك اليمين. طيب كده بقى عندك 3 باكات يمين. اول سؤال في الحلقه النهارده، مصمم ليه على الباك اليمين بتاع سيراميكا احمد هاني؟ مدرب الاهلي بعد ما اتفرج على احمد عيد لاعب المصري واحمد هاني لاعب سيراميكا علشان يفاضل ما بين الاثنين، الاهلي يجيب باك يمين فيهم، فطلب احمد هاني ومصمم عليه. فالكابتن علي ماهر كان رده ان ما عنديش مشكله، بس انا في صفقه بيكهام طلبت عمر كمال عبد الواحد وما تمش الكلام ده، فانا عشان تاخد مني احمد هاني كباك يمين ما بقاش عندي باك يمين في الفرقه، فالطبيعي انك تديني عمر كمال عبد الواحد. طب انت كمدرب الاهلي عاوز 3-4 لعيبه في الباك اليمين ليه؟ اسئله كتير في الحلقه دي، اسئله كتير. في الاول صلى على الحبيب قلبك يطيب عليه افضل الصلاه والسلام. بص، مبدئيا هو الموضوع مش موضوع باك يمين، هو الموضوع موضوع الجنب اليمين في النادي الاهلي. بمعنى، بص يا جماعه، اللي انا اكتشفته في الراجل ده من وقت ما جه الاهلي ولما اتفرجت على هايلايتس كتير قوي ليه في مباريات اورلاندو، خاصه المباراتين بتوع الاهلي اللي تعادل فيهم هناك في جنوب افريقيا وكسب فيهم هنا، الراجل ده انا اكتشفت ان هو ما بيحبش جناح الخط. بمعنى، لو اتفرجت على الاهلي في كاس العالم للانديه، الشحات كان قاعد معظم الوقت، زيزو لما بيلعب في قلب الملعب معايا. الراجل ده معظم لعبه ما بيحبش جناح الخط، فبالتالي اللي احنا بنتكلم فيهم دول مش باكات يمين. تقول لي يعني ايه؟ تقول لي اقول لك يعني هو شايف في عمر كمال عبد الواحد ان هو مش باك يمين. هو شايف ان عمر كمال عبد الواحد مع الوقت ولما ياخد ويدخل في الفرقه، السرعات مع العامل البدني مع الكلام ده كله هينفعه في الطريقه اللي هو بيحاول الراجل يطبقها في النادي الاهلي، لان الراجل ده شئت ام ابيت هو بيحب يلعب اكتر ب3 في خط الظهر، ما بيلعبش بمساكين فلات، بيلعب ب3 في خط الظهر. ال3 دول ممكن يتغيروا على فكره كل مباراه. تيجي تقول لي طب احمد هاني، هو عاوز احمد هاني وعنده عمر كمال عبد الواحد مش عايز يدخله حتى في صفقه تبادليه عشان يجيب احمد هاني، وعنده محمد هاني، وانا بقول له ان في راجل كارثه راجع من الاصابه اسمه كريم فؤاد. يعني بصراحه الحته دي في الاهلي فيها حاجه غريبه، بس كل المعلومه اللي انا اعرفها عن الراجل من اللي اتفرجت عليه وشفته ان الراجل ده ما بيحبش الطرف بتاع الخط. يعني الاهلي مش هيلعب باجنحه، خليك فاكر.